الوحيد تقريبا اللي وقف قصاد مرتضى منصور في مجلس الشعب وقال له اقعد مكانك يلا. والغريب بقى ان مرتضى ما نطقش ولا علق باي كلمه وسمع الكلام وسكت. كمال الشاذلي كان واحد من الناس الكبار اللي الكبار بيتخضوا منه وبيعملوا له الف حساب، ومحدش كان بيناديه ابدا غير بكمال بيه، وزي ما بيقولوا كده كان فرخه بكشك عند الرئيس مبارك. وعلى طريقه فيلم عماره يعقوبيان في الحوار الشهير ما بين الوزير ورجل الاعمال، الترشيح امره سهل، اللي عايز يترشح يترشح ومحدش هيقول له لا، انما مين اللي ينجح بقى دي لعبتنا احنا، ومش تزوير لا سمح الله، احنا بس دارسين نفسية الشعب المصري كويس قوي. هو ده بالظبط بقى كان كمال الشاذلي، يقول مين ينجح ومين ما ينجحش، مين ياخد الدورة دي ومين ياخد الدورة اللي بعدها، اهم حاجة ان كل حاجة تبقى مدروسة كويس وبالقانون علشان محدش يمسك علينا غلطة. الشاذلي تقريبا كان اقوى واحد في مسؤولين مصر كلهم، يمكن كمان اقوى من رئيس الجمهورية نفسه، زعيم حزب الاغلبية في البرلمان لانه الحزب اللي بيحكم البلد، وامين التنظيم في الحزب الوطني فكان واخد وضعه جدا، ووزير مجلسي الشعب والشورى يعني القرارات والقوانين كلها. ومع ذلك كل ده ابتدى يتغير واحدة واحدة لما بدأ يظهر جمال مبارك وشلته من رجال الأعمال الشباب اللي على رأسهم طبعا أحمد عز، خصوصا انهم كانوا شايفين الشاذلي تقريبا مسيطر على كل حاجة، فاشتغلوا على انهم يسحبوا البساط من تحته شوية ويحلوا محله. وفعلا ده اللي حصل بمباركة رئيس الجمهورية طبعا، واتزاح الشاذلي من الصورة مع الوقت واتحط مكانه جمال مبارك واحمد عز وزكريا عزمي. لكن الشاذلي برضه كان لسه له شعبية كبيرة وخصوصا في بلده، فمحدش قدر يقف قصاده في انتخابات 2005 ولا حد قدر يلعب في النتيجة بتاعته، وده طبعا علشان الناس ما تقومش عليهم، وده اللي خلاهم يسحبوا منه الوزارة بعد ما نجح في البرلمان. وساعتها قال ان مصر داخلة في مرحلة ضياع على ايد الاتنين القصير والطويل، احمد عز واحمد نظيف. مبارك في الوقت ده بقى ما كانش هو الرئيس المسيطر زي الاول، وخيوط اللعبة كلها في ايد جيمي وشلته، بس برضه ما كانش قادر يستغنى عن كمال الشاذلي. لكن مع الوقت كان لازم يتشال من الصورة تماما لان الحرب زادت عليه، وهو ده اللي حصل فعلا، لدرجة ان في ناس قالت لو كمال الشاذلي فضل موجود في مكانه ما كانتش اصلا قامت ثورة يناير في مصر، لانه كان راجل عقر وفاهم بيعمل ايه بالظبط، مش شوية هواه فرحانين بشبابهم وفلوسهم زي جمال مبارك واحمد عز. وكل التصرفات اللي كانوا بيعملوها دي هي اللي ودت البلد في داهية والناس ما استحملتش. الغريب بقى في حياة كمال الشاذلي انها عاملة زي الافلام بالظبط، كان طفل صغير بيركب عجلته البسيطة يقضي بيها مشاويره ويطلع من بيته البسيط في المنوفية معاه أجرة الميكروباص بالعافية، ولما كبر بقى فوق الكبار كلهم، لدرجة انه كان ساكن في قصر بيسموه البيت الأبيض. والغريب أكتر انه أيام عبد الناصر كان مؤيد جدا لفكره وسياساته، ولما مشي عبد الناصر وجه أنور السادات كان واحد من رجالته بيدافع عنه باستمرار، ولما وصل مبارك للحكم من أول لحظة كان معاه وبيدعمه في كل قرار بياخده، لدرجة انه في ناس بعد كده قالت عنه ده راجل بتاع كل العصور وبتاع كل الأنظمة، وهو كان يطلع يرد ويقول هو انتوا فاكريني هزعل يعني؟ طب ما انا كده فعلا طالما العصور دي كلها في خدمة مصر. حدوتة كمال الشاذلي بتعرفك قد ايه السياسة بتحكمها المصالح وملهاش اي عزيز ولا غالي، فيا بختك لو كنت واحد من الناس اللي بتركز في نفسها وما بتضيعش وقتها في حاجات هتأخرك اكتر ما هتقدمك، وهتلاقي نفسك في الاخر بتقول يا ريتني ما كنت ضيعت من عمري لحظة واحدة بس شغلت بالي فيها بحاجات تانية كنت انا اولى بيها.